السلام عليكم ومرحبا بكم. في الحلقه ديال اليوم غادي نشوفوا واحد الكيك اللي ساهل بنين وهشيش. على داكشي سميتو الكيك المرمل حيت كيجي هشيش. نشوفوه يلا. واول حاجه غادي نبداو بها غنمشيو باش نعبروا المقادير اللي غنحتاجو في هذه الوصفه. ومنين عبرنا كل شيء وسالينا جا الوقت باش نعطيو المقادير بالغرام اللي غنحتاجو في هذه الوصفه. 600 غرام ديال الدقيق، 2 خمارات الحلوى وكيس فاني و2 بيضات، 120 غرام ديال السكر، 130 غرام زبده و120 مليلتر ديال الزيت. والمقادير بطبيعه الحال غتلقاوها في صندوق الوصف. فوق الدقيق غادي نوضعو الزبده، السكر، قبيصات ديال الملحه غير شويه. هنا مع سلو موشن كيبان بزاف ولكن راه قريصه، و2 بيضات. كيس ديال الفاني و2 خمارات ديال 8 غرام. غنديروا كلشي وغنخليو الزيت باش نجمعوا به. العجين ما كنعجنوهاش غير كنجمعوها. من بعد ما تخلطوا المكونات كنضيفوا عليهم نصف كمية الزيت والنصف الاخر كنضيفوه عاوتاني. ودائما الا بان لكم شويه الزيت ناقص على حسب الدقيق ديالكم ممكن تضيفوا شويه. القوام غادي تشوفوه في الاخر كيفاش غادي يكون. العجين خاصها تكون على هذا الشكل. كنقسموها على 2 كره كبيره وكره صغيره شويه. غادي نغطيوها وغنخليوها ترتاح على ما صايبنا الكريم باتيسير. غنحتاجو ليه معلقه ديال السكر، 2 معالق ديال الدقيق، كيس ديال الفاني وبيضه واحده، نص لتر ديال الحليب. نديرو جميع المكونات قبل ما نحطوها على النار. الحليب، دقيق، سكر، بيضه والفاني. غنخلطو كلشي مزيان حتى كينسجم الخليط مع بعضو قبل ما نوضعوه على النار. ما يبقى حتى شي كريات صغار. من بعد ما كنخلطو مزيان كنديوه فوق البوطه على عافيه متوسطه او قليله. كنبقاو نخلطوه حتى كيبان لينا الخليط ثقال، وديك الساعات كيكون عندنا القوام واجد. كنجيبو المول اللي غادي نديرو فيه الكيك، مول ديال 24 سنتيمتر او 26 مربع داير قلب. اللي كان الاهم هو ان هاد الكيكه كتهز 24 حتى 26 سنتيمتر. كندهنوه بالزبده كامل. الا بغيتو تلصقوا لتحت ورق المطبخ باش ما تقبطش ليكم، سينون هي اصلا هشيشه ما كتقبطش، ولكن من الاحسن الا بغيتو تحطوها في طبسيل ولا شي حاجه كديروا ورق مطبخ من التحت باش كيشد مزيان. في هذا الوقت كنمشي نشعل الفران باش يسخن.
درنا لا كريم كتكون وجدات، كنمشيو نجيبو العجين، كنحاولوا نطلقوها في المول، كنحاولوا نطلعوها حتى من الجناب بهذا الشكل. كنخويو لا كريم من فوق العجين، وكنحكو الطرف اللي بقى ديال العجينه في الجهه الكبيره. من بعد الا بقاو لينا شي بلايص خاويين ماشي مشكل، كنقادوهم بيدينا. من بعد ما سخن الفران كنحطوا الكيكه في حراره 180 درجه، حراره متوسطه لمده على حسب الفران ديالكم. كنبقاو حاضينها حتى كتبان لينا تحمرات وكنخرجوها. كنخليوها حتى كتبرد، عاد كنحيدوها من المول وعاد كنرشوها من الفوق سكر كلاصي. وبهذا الشكل كنكون سالينا الحلقه ديال اليوم. شكرا على حسن تتبعكم ودعمكم الدائم، شكرا على الوقفه ديالكم، شكرا للناس اللي كيتابونا، وشكرا على الميساجات ديالكم اللي كيوصلوني في انستغرام، وشكرا للناس اللي كيدخلوا عندي مؤخرا. شكرا لكم. نلقاكم في فرصه قادمه مع وصفه جديده ان شاء الله، او موضوع جديد في المونتاج ولا في السفر ان شاء الله. شكرا لكم.